فيلم الوردة البيضاء سنة 1933، أول فيلم لمحمد عبد الوهاب. في فبراير سنة 31 كان محمد كريم بيصور فيلم تسجيلي في الزقازيق، وفي نفس الوقت كان الموسيقار محمد عبد الوهاب بيحيي حفلة هناك، واتقابلوا لأول مرة في بيت فكري أباظة صديق محمد عبد الوهاب. عدى فترة وإذا بتليفون من توفيق المردنلي صديق المخرج محمد كريم بيكلمه بالتليفون عشان يحدد معاه ميعاد مقابلة طلب فيها فيلم لمحمد عبد الوهاب. اجتمع محمد عبد الوهاب ومحمد كريم وتوفيق المردنلي. الاجتماع ده خرجوا منه باتفاق على فيلم الوردة البيضاء. أشرف على كتابة السيناريو محمد كريم، وشارك في الكتابة سليمان نجيب وتوفيق المردنلي. الفيلم بطولة محمد عبد الوهاب، سميرة خلوصي، سليمان نجيب، دولة أبيض، زكي رستم، توفيق المردنلي، محمد عبد القدوس. محمد عبد الوهاب اتصل بالشاعر أحمد رامي يكتب الأغاني، وطبعا عبد الوهاب هو اللي هيلحنها. محمد كريم كان عايز يصور بعض المشاهد في مصر قبل ما يسافر باريس اللي هيصور فيها معظم مشاهد الفيلم. في الوقت ده كان استوديو رمسيس بتاع يوسف وهبي اتحول لمخزن ديكورات لفرقته المسرحية. كريم أجر صالة كبيرة في سرايا المعارض وجهز إضاءة البلاتو، صور في البلاتو المؤقت ده بعض المشاهد من الفيلم، وكمل باقي التصوير في عزبة مصطفى فودة صديق محمد عبد الوهاب في السنبلاوين، واللي كان محمد عبد الوهاب بيتفائل بيها وصور فيها أفلامه. تجهيزات التصوير في باريس. في أول يوليو سنة 1933 سافر كريم هو ومدير التصوير بريمافيرا، راحوا باريس يجهزوا ويحضروا للتصوير، وراحوا على استوديو توبيس اللي الشركة اتفقت معاهم عشان تصوير الفيلم. بدأ محمد كريم يجهز للتصوير قبل ما يسافر له الممثلين والموسيقيين. لما خلاص كريم خلص تجهيزات نهائية، كان عبد الوهاب بيلحن كلمات الأغاني اللي بعتها له أحمد رامي بالبريد الجوي يسهر عليها ويخلصها في ليلة. يوم 17 يوليو كان بيتصور أول مشهد في استوديو توبيس، مشهد ما بين زكي رستم ودولة أبيض. بعد 13 يوم تصوير اتصور 165 مشهد في 15 ديكور غير اللي اتصور في مصر. عبد الوهاب سافر برلين يسجل الأغاني على اسطوانات. فضل كريم يتابع مونتاج الفيلم، الدنيا ماشية حلو وخلاص الفيلم بيتمنتج. رجع عبد الوهاب من برلين بمشكلة. أول قصيدة سينمائية اتنفذت بتقنية البلاي باك. عبد الوهاب سجل أغنية جديدة اسمها جفنه علم الغزل اللي كتبها بشارة خوري ولحنها عبد الوهاب على نغمات الرمبة. عبد الوهاب كان عايز يضمها للفيلم. محمد كريم وافق على الفكرة ولقوا مكان ليها في أحداث الفيلم، بس المشكلة الموسيقيين رجعوا مصر ومفيش وقت ولا ميزانية يرجعوا تاني. عبد الوهاب صمم ان الأغنية تتحط في الفيلم، وزعل من اقتراح كريم انه يغنيها من غير موسيقيين، وفضل طول الليل مهموم لحد ما الصبح راح لهم بالحل. عبد الوهاب اقترح على المخرج ان الاسطوانة اللي اتسجلت في برلين للأغنية تتحط على مكنة المونتاج او الموفيولا وهو بيصور الأغنية بكاميرا السينما، ويحرك شفايفه مع الصوت اللي خارج من الاسطوانة. طبعا محمد كريم ومهندس الصوت الفرنساوي شافوا ان ده تقنيا مستحيل يحصل، وعبد الوهاب مصمم يجرب. نقلوا الموفيولا من اوضه المونتاج للجنينه، ودي كانت اول مره تحصل، لدرجه ان العمال الفرنسيين قعدوا يغمزوا لبعض مندهشين من اللي بيعمله الفريق المصري. جربوا ومحدش صدق نجاح الفكره، ومن ان الصوت ماشي مع الصوره لحد ما يبدا يفرق في جمله فحرقنا نفوسنا في جحيم من القبل. عبد الوهاب برضه اتضايق، بس كريم اخراجيا لقى حل، ان الجزء اللي الصوت ماشي فيه مع الصوره عبد الوهاب هيحرك شفايفه مع الاغنيه، وتتاخد معظم لقطات الأغنية من بعيد بحيث ما يبقاش الفرق باين، وتظبط التزامن اللي ما بين الصوت والصورة في أفضل شكل ممكن. فكرة البلاي باك فضلت لحد يومنا هذا. الحمد لله الفيلم جاهز للعرض. يوم 4 ديسمبر سنة 33 الساعة 10:30 كان أول عرض للفيلم في سينما رويال. قعد يتعرض 6 أسابيع محقق نجاح كبير وإيرادات عالية. قعد يتعرض في اسكندرية 56 أسبوع متواصل. الفيلم قعد يتعرض فترة كبيرة عشان الأغاني وعشان القصة الرومانسية اللي في الفيلم. حقق أرباح عالية واتعرض في دول عربية ووصل لأمريكا اللاتينية. اتوزع نسخ من الفيلم القاعات الدرجة الثانية والثالثة. من الآخر مستحيل نحسب حجم الأرباح اللي حققها المنتج أو كل استفادوا من عرضه.
الفيلم أشاد بيه كبار الأدباء والفنانين والسياسيين وكبار رجال الدولة. المؤكد إن نجاح الفيلم كان ظاهرة حقيقية ساعدت في نجاح الأفلام الغنائية في مصر لفترة طويلة، وتأكدت شعبية الموسيقار محمد عبد الوهاب. نقدر نقول إن فيلم الوردة البيضاء هو البداية الحقيقية للأفلام الغنائية، هي اللي فضلت عايشة لوقتنا هذا، وكان سبب في صناعة أفلام غنائية كتير. فيلم الوردة البيضاء كان مدرسة بتعلم كيف يتم صناعة الفيلم الغنائي. تابعونا.